انت وانتي كطلاب ثانويه عامه اكيد خدتوا نصايح كتير جدا جدا من قبل اصلا ما تبداوا السنه، وفي خلال ما انتوا في السنه دلوقتي خدتوا نصايح كتير جدا. بس لما حد يديكوا نصيحه ويكون اصلا خلص المرحله ديت وخلاص في المرحله اللي بعدها، فالنصايح ديت هي اللي بتفرق. الفيديو دوت هقول لكم على 5 نصايح لطلاب ثانويه عامه من طالب خلص ثانويه عامه السنه اللي فاتت. فكوبايه القهوه الجميله ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. المقدمه اللي انا قلتها ديت انا مش بقلل خالص من اي نصيحه اي حد قالها لك او قالها لك في ثانويه عامه، بس انا بحاول ابين لك اهميه ان حد يكون مخلص اصلا السنه وعاشها بقى وشاف تفاصيلها وجرب الحوار دوت وشاف ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط، فجاي بعد الشوت الكبير دوت وبعد ما خلص يقول لك النصايح اللي هو كان يتمنى اصلا يعرفها. بس لكن انا مش بقلل من اي نصيحه ايا كان اي حد اداها لكم. فانزلوا يلا اضغطوا لايك وسبسكرايب، واي طالب ثانويه عامه تعرفوه ابعتوا له الفيديو دوت ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو عايز اعرفكم ان الفيديو دوت مدته هتبقى قصيره جدا جدا، بس تاثيره على حياتكم لو طبقتوه على ارض الواقع هتفرق جدا. والحاجه رقم 5 يعني على سبيل التشويق، الحاجه رقم 5 مهمه جدا وتقريبا دي اهم حاجه اصلا في الفيديو. تمام، اول حاجه وهي ما تقارنش نفسك بحد. بس يا محمد النصيحه ديت انا سمعتها كتير وفي ناس كتير قالوا لي ما تقارنش نفسك بحد وبتاع ومش عارف ايه. تمام، دي حاجه كويسه جدا، بس انا بقول لك ما تقارنش نفسك بحد في حته المذاكره. قارن نفسك بنفسك. ازاي؟ يعني مثلا لو انت بتقارن نفسك بشخص اسمه الف، تمام؟ شخص الف دوت ذاكر مثلا اول درس، فانت هتذاكر اول درس يوم ما تبقى جامد قوي هتقف مش تعمل اي حاجه تاني. طب لما تقارن نفسك بنفسك ممكن تخلص اول درس وتاخد تاني جزء من مثلا تاني درس وهكذا، تبدا يعني تاخد محصله اكتر ومحصله اكبر في سبيل ان انت بتقارن نفسك بنفسك، فعايز تبقى احسن كل يوم. ده في حته المذاكره، فقارن نفسك بنفسك في المذاكره. تاني نصيحه حفز نفسك بنفسك. بصوا انا عارف ان السنه ديت في اصلا ضغط عليكم من بقى جو ثانويه عامه، وان انتوا بقى يعني في ثانويه عامه فانتوا لازم تكونوا، انا عارف الجو ده كله وعارف البيوت عامله ازاي، انا كل دوت عارفه. بس انا عايزك تعرف حاجه واحده، ان مهما كان التحفيز اللي هيجيلك من بره مش زي اللي هيجيلك من نفسك. انت حفز نفسك بنفسك، ابدأ يعني شوف نفسك بتحفز ازاي، لو بشوكولاتة او حاجة زي كده تمام مفيش مشكلة، مش عيب والله، عادي. ظبط نفسك، حفز نفسك، لو بكلام ماشي، لو بأي حاجة ايا كانت بس تكون حلال. ها اظن الولاد فاهميني في الحوار ده. حفز نفسك بنفسك عشان دي اللي هتكون باقية معاك خلال السنة كلها. تالت نصيحة وهي حوط نفسك بصحاب إيجابية. وبصوا يعني اسألونا عن الحوار دوت، تمام؟ لو انت حوطت نفسك بناس سلبيين، ناس مش بيذاكروا بقى، مش بيروحوا دروس، مش مهتمين بالتعليم أصلا، لو حوطت نفسك بناس زي كده صدقني النتيجة بالنسبة لك هتبقى مش صفر، هتبقى تحت الصفر بشوية. وممكن تكون انت شخص كويس وتقول بس انا بقى دماغي ما فيش الكلام ده، انا بقعد معاهم بس الساعتين الحلوين وخلاص، لكن انا بيني وبين نفسي لا انا هذاكر ومش عارف ايه. لا، نصيحة مني انا بقول لك اهو من دلوقتي، بلاش. حوط نفسك بناس ايجابية، ناس فعلا عايز توصل لكليات كويسة، او ناس فعلا عايز تتعلم، ناس فعلا يعني ناس ايجابية مش ناس سلبية بقى وخلاص تفضل تحبكوا او تديكوا طاقة سلبية. لا، حوط نفسك بناس ايجابية. رابع نصيحة وهي ذاكر وما تسيبش حاجة للاخر. وبصوا انا عارف انا بقول لكم ايه، انت دلوقتي ممكن تقول ايه مثلا الالماني او اللغة التانية، لا انا ممكن اسيبها للاخر.
علم النفس لا يا عم ده حاجه سهله جدا. الجيولوجيا لا يا عم ده بص ممكن اسيبها للاخر. لا، نصيحه بلاش، ذاكر وما تسيبش اي حاجه للاخر مهما كانت تفايتها. لو كل يوم نص ساعه هتلاقي نفسك خلصتها، لكن لو سبتها للاخر هتلاقي اللي هو في الاخر انت جاي بتقول ايه ممكن تكون صعبه. مش ممكن، ده بنسبه كبيره، يعني مش صعبه بس بنسبه كبيره مش هتبقى سهله السهوله اللي دماغك فيها. تمام؟ فما تسيبش حاجه للاخر، وابدا ان انت ذاكر الحاجه اللي انت كنت مأجلها ديت. وافضل وقت انك تذاكر الحاجه اللي انت قلت هذاكرها للاخر وهو دلوقتي. وصدقني لو بدأت دلوقتي هتميز نفسك عن اي طالب قال انا هسيبها للاخر. قبل ما نبدأ، خامس حاجة اللي انا عارف ان كلكم مستنيينها رغم ان هي بسيطة جدا، بس بجد دي اهم حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. وبفكركم انزلوا اضغطوا لايك وسبسكرايب عشان دوت هيساعدني ان اعمل فيديوهات اكتر، وهيساعدني ان الفيديو يوصل لناس اكتر فهفيد ناس اكتر. وبس، وشكرا مقدما. خامس حاجة وهي علاقتك مع ربنا. بصوا، خامس حاجة ديت مش في ثانوية عام بس، خامس حاجة ديت عامة في الحياة، وهي لازم تخلي علاقتك مع ربنا كويسة جدا جدا وكل يوم تحسن فيها. وانا مش شيخ ولا بقى شخص يعني متقي قوي وشخص بقى، لا خالص، انا شاب زيكم عادي جدا، ممكن اعمل معاصي، ممكن اغلط عادي جدا. بس الفكرة ان الواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني ايه، مثلا صلاة ماشي، قراءة قرآن تمام، يعني الحاجات اللي الواحد يقدر يعملها. وعلى فكرة مش عيب ان الواحد يبقى شيخ خالص، مش عيب ان انت تقول لواحد صاحبك بقول لك ايه مثلا تعالى نصلي النهارده، مش اللي هو بقى شيخ وهيبص لك نظره وبتاع، لا خالص والله. ولو حتى يا سيدي بص هنفترض اهو، تمام، هو افترض ان انت شيخ بقى وبتاع، طب ايه فيها؟ طب ما هو يا شيخ دي حاجه وحشه؟ بالعكس، ده حاجه كويسه جدا جدا وحاجه جميله وحاجه اصلا يعني عند ربنا عظيمه جدا، وعند الناس في الارض اللي هو هنا دي عظيمه جدا. فعلاقتك مع ربنا كل يوم حسنها. وخلال رحله الثانويه عامه ادعي ربنا ويقول له يا رب مثلا الحاجه الفلانيه صعبه بالنسبه لي، هتلاقيه والله يسرها. وعن تجربه انا عارف انا بقول لك ايه، ركعتين الفجر او قيام الليل بيسروا حاجات كتير جدا. ده مش معناه طبعا بقى انك تسيب بقى الصلوات، بس الفكره ان تركز على دولت وتدعي ربنا وتخليك قريب من ربنا، وكل يوم تحسن علاقتك بربنا اكتر، عشان صدقني ديت اصلا اهم حاجه في الدنيا واهم حاجه هتفيدك. وبس كده، والى هنا تنتهي حلقة النهاردة. حلقة كانت بسيطة وخفيفة، بس في نفس الوقت لو طبقت الكلام اللي فيها تأثيرها على حياتك هيبقى كبير جدا. وبس كده، إلى اللقاء في فيديو آخر. سلام.